يا مساء الفل عليكم. انا جايه النهارده عشان اتكلم في نقطه، في بوينت كده كلنا بنتكلم فيها. مين النكديين، الراجل ولا الست؟ انا من وجهه نظري الراجل في النكد نمبر 1 معروفه. تعالوا نفنطها واحده واحده. الراجل في الطبيعي ما بيقعدش في البيت، بيخرج بصفه مستمره، غير انه بيروح شغله كل يوم. لازم يخرج بالليل، يخرج بقى يروح مع اصحابه. يخرج يوم ما يتخنق يقولك ايه، انا مخنوق، انا هنزل اتمشى شويه. عنده 100 مكان ما شاء الله يروحوا، ما عندوش اي مشكله. انت طبعا حضرتك ما بتخرجيش، قاعده في البيت. وطبعا بالنسبه لك نزول السوق وموديه الدروس والمدارس ده بالنسبه له هو خروج، ما بيحسبش. ودايما شايف ان انت هو محطوط عليه في كل حاجه، لكن انت مش شقيان ربع شقيان. طبعا مش هنقول ان احنا طول الوقت قاعدين بنذاكر وبيتحرق دمنا وبنربي، ده كفايه التربيه دي لوحدها والمذاكره حاجتين الاتنين قادرين يطيروا الاربع ابراج اللي في نافوخك، مفيش واحد فيهم بيستمر بسببهم. المهم، وطبعا ربنا يخلي البنادول القهوه. المهم، في الخروج يجي الاستاذ عشان يخرجك، فانت تقول له خرجني. اول حاجه قبل ما ينزل، الشاور بتاعه الجميل، الهدوم بتاعته لازم تبقى مكوية، كاويتي الهدوم، هدومي فين، كل الحاجات دي. وياخد الشاور ويلبس وساعته ونضارته ومفتاح عربيته ومحفظته، والراجل بقى زي الفل. تعالي انت بقى غلبانة عشان تلبسي. ماما، هو الشراب بتاعي فين؟ ماما، انا الحزام مش لاقيه. ماما، البنطلون مش عارف. ماما، الهودي مش عارف شكله ايه. بعد ما تلفي لفتك مع العيال، وبعد ما ده يلبس وده يلبس وده يلبس، تدخلي حضرتك تلبسي اخر واحده. فتيجي بعد كده ايه، انت متاخره، هم قاعدين مستنيينك، اللي هو انت ايه ده، ايه الاستهبال والاهمال ده. خلصنا وخلصنا الخروج، حطيتي ميك اب خفيف. ايه اللي انت حاطاه في وشك ده؟ وليه حاطه الميك اب ده؟ خفيه شويه. لا لا شكله مش حلو. لا لا مش عارف ايه. طب انا في طبيعي ما بخرجش، والنهارده خارجه مع جوزي وولادي، عايزه احس كده، عايزه اتصور صوره حلوه. إيه لا، ليه اللي انت عامله ده؟ نخلص الخناقه بتاعه الميك اب وننزل. نزلنا، حد من الولاد ركب العربيه وراح رازع باب العربيه، يا سواد الدنيا. نكد نكد نكد. خلاص، خلصنا المشكله. ويزعق في الولاد وكده، واحنا خارجين ننبسط، مش خارجين نتخانق، مش خارجين ننكد على بعض. ركبنا وعدينا الموضوع، شغلتي اغنيه حلوه، رقصتي الولاد وهم قاعدين، الدنيا جميله، الولاد مبسوطين، احنا خارجين خروجه يا جماعه، احنا مش خارجين نتنكد. وهو ماشي بالعربيه بامان الله، حد كسر عليه، يسكت؟ ما يسكتش، يتعصب، يطلع عصبيته في مين؟ فيك انت والولاد. تمام. وتبقى خروجه سودة وخروجه زرقاء، وكان يوم اسود يوم ما فكر يخرج، وي 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 وحاجات كتير قوي كده. طب ما انت بتخرج كل يوم، يعني انت عايز تفهمني انت ما بيتكسرش عليك وانت ماشي بالعربيه؟ لا بيتكسر عليك طبعا. بس الفكره في ايه بقى؟ هو مش ما معهوش حد، هو مش، هو خارج مجبر، انت مخرجه وانت جابراه على الخروجه، فطبيعي انه ينكد. ده في الخروج. يوم الاجازه، صباح الخير صباح النور، نقعد صباح الخير صباح النور دي، وبعد كده ايه، نفطر. وبعد الفطور بقى ايه، انا عايز شاي، انا عايز قهوه، انا عايز. تمام. بصينا على الراوتر، بصينا على صفحه الراوتر، لقينا مسحوب كميه كبيره من النت. يزعق طبعا، ازاي انتوا ساحبين كل ده من النت ليه؟ تمام. قام كده من على الكنبه اللي هو قاعد عليها، قام راح الحمام، فخد جوله في الشقه، ففوجئ ان في انوار متقاده. يسكت؟ ما يسكتش، كارت الكهرباء بيخلص بسرعه وبتشحن بفلوس كتير. فيبتدي نزعق. دخل المطبخ، يعني كده ياخد جوله مع نفسه في الشقه، فشاف مثلا حاجه على البوتاجاز انتي سايباها مثلا هتترمي. فطبعا دخلنا في الحلال والحرام، والحرام عليكي وده يترمي ليه ومش عارف ايه، والاكل ومش الاكل. تمام. ده يوم الاجازه اللي بنقعده في البيت لحد ما بننام. واثناء الدراسه بقى العيال ما بيذاكروش ليه؟
النهارده اجازه. اجازه من هي المذاكره منها اجازه؟ هي المذاكره بتخلص؟ انا بخلص. يعني انا لما بذاكر العيال انا بخلص والله. فتعالى انت ذاكر لهم بقى، المذاكره بتخلص، تعالى انت ذاكر لهم، استلم انت الشفت. لكن انا بدي لنفسي يوم اجازه، وممكن ساعتها ابقى تعبانه مش هذاكر النهارده مع الولاد. معلش يعني انا بني ادمه مش آلة. كل ده بقول لك ايه؟ انتي اللي بتنكدي عليا. طب بننكد عليكوا فين؟ يحصل مشكله تقعدي انتي تهري وتنكشي في نفسك في البيت، ما تبقيش لاقيه مكان تروحيه. هو ينزل نصايه ساعه زمن، يرجع الراجل فري وفريش ولا كأني في حاجه حصلت. ويجي يتكلم معاكي بقى على انك ايه، انت قلبك اسود قوي. اللي هو انت ليه قلبك اسود كده؟ مش خلاص الراجل بيتكلم معاكي عادي، تاخدي وتدي معاه عادي. ايه يعني اللي حصل؟ الخلاف اللي حصل ما عادي حصل وخلاص خلصنا. ما هو خلاص خلصنا عشان انت خرجت طاقتك. انت نزلت شفت ناس جديدة، شفت وشوش، شميت هوا، حسيت ان انت هديت. لكن انا لا، انا بحرق في نفسي. ويجي في الاخر يقولك ايه؟ مم. الستات نكدية. فعلا الستات نكدية، والرجالة ملايكة. وكلكم بقى ووقت تعبكم تاني. يعني هو مثلا يبقى جاي من الشغل تعبان او جعان وانتي اتكلمتي معاه، فايه يروح كده ايه، تيجي تكلمي لك انا جعان، اكليني الاول بعد كده اتكلمي. ماشي حاضر ناكل. جينا بالليل مثلا، ما هو انت بتنقي وقت تتكلمي فيه معاه. ماسك الموبايل بيلعب، فتتكلمي معاه فما يسمعكيش، ف... فانت تسكتي، فتيجي مثلا تيجي داخل ينام، فتبتدي تتكلمي معاه. ما هو كده كده ما بيناموش على طول، هو لازم يقعد فتره كده على الموبايل قبل ما ينام. تيجي تتكلمي معاه فيقول لك ايه، انا تعبان ومحتاجه انام، مش هينفع دلوقتي اسمعك في اي حاجه، ومش هينفع افكر معاكي. طب جربي انت بقى تعملي العكس. جربي هو كده يجي يكلمك وانت ماسكه الموبايل فما تديلوش اهتمام، فيبقى يوم اسود. بيكلمك وما بترديش عليه، بيكلمك ومش سامعاه. وازاي في ايه يعني، هو اللي في التليفون اهم مني؟ مع اني هو برضو لما يبقى ماسك التليفون هو بيلعب جيمز، بيتفرج على ريلز اصلا. يعني كده كده اساسا مفيش حاجه مهمه. ولا حتى لو بيتفرج على فيديو، لو دوسنا ستوب عادي هنتكلم وبعد كده نشغله تاني. لكن لا، ما ينفعش. ولو هو تعبان ما ينفعش انت تتكلمي في اي حاجه، او ما ينفعش تطلبي اي طلب. بس لو انت تعبانه طلبات الدنيا والاخره، ولو الطلب منك طلب انت ما قمتيش بيه، يبقى سنتك سودة. الدنيا تقوم وما تقعدش. وكلكم بقى ولحظه النوم بالليل، تبقي انت عايزه تنامي وهو يطلب منك مثلا كوبايه لبن او كوبايه حاجه دافيه يشربها، مش عارف ايه. طب انت خلاص انت عايزه تنامي، اليوم كان طويل بالنسبه لك، مذاكره ودروس وعيال وبيت، عايزه انام. هيسيبك تنامي، بس على شرط هتصحي الصبح وشه مبوز ومقلوب عليكي، وحضرتك مش مهتمه، والاهتمام ما بيطلبش. مع ان انا ممكن ابقى بالليل اساسا بطلب مصروف تاني يوم، اللي هو مش وقته. انت بتطلبي مصروف تاني يوم مش وقته، مصروف الاكل مش وقته. هو بكره الصبح هيسيب لك فلوس قبل ما يمشي. ادي الرجاله وادي النكد. ونقدر دلوقتي نحكم ونقول مين اللي بينكد، الراجل ولا الست؟